لما نشوف. ايه رأيك؟ الله يخرب بيتك عفركوش، النضارة واكلة نص وشي. برشامة انت زفت، يلا قوم المدرسة. في ايه يا عفركوش؟ خضتني. في الزوم يا ابني، الحصة الأولى زمانها بدأت دلوقتي. انا قلت في حاجة حصلت ولا ايه يا عفركوش؟ يا جدع سيبنا نام شوية. تنام ايه يا غبي انت؟ بقولك الحصة الأولى زمانها بدأت دلوقتي، يلا في الزوم. بس يا عم ما تزعقش، اديني قايم. اديني قمت يا عفركوش، انا عايزك دلوقتي تلبسني احسن طقم علشان اكون اشيك واحد في الفصل كله. وماله، عينيا حاضر. ايه رأيك؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي انت لبستهولي ده؟ لبستك تيشيرت قط وجيبه، انما ايه علشان تبقى واد كاجوال كده. يا عم حرام عليك، اقول لك عايز اكون كاجوال وشك واحد تقوم تلبسني قط؟ الله يخرب بيتك، الجو برد. يلا شيل شيل، شوف لي حاجه احسن من كده. حاضر عينيا يا برشامة بيه. ايه رأيك؟ الله يخرب بيتك، هو انت مره تلبسني قط ومره تلبسني تيشيرت من غير بنطلون؟ يا جدع انت اعمل فيك ايه؟ افهمني ابوس على دماغك. يا عم ولا تزعل نفسك، انا هجيب لك اللي في دماغك دلوقتي وهجيب لك اشيك طقم. يلا لما نشوف. ايه رأيك؟ الله يخرب بيتك عفركوش، النضارة واكلة نص وشي. وبعدين ايه يا ابني الشورت اللي انت ملبسهولي الاحمر ده؟ يا جدع انت بوس على دماغك، افهم، انا عايز اكون اشيك واحد مش اتعس واحد. وبعدين معاك يا برشامة، ما انتش نافع معاك حاجة خالص. انا تعبت منك وشكلي كده هسيبك وامشي. عفركوش وعيات امك وعيات امك يا عفركوش، لبسني طقم زي الناس ويلا بينا علشان الحصة الاولى زمانها قربت تخلص. لما نشوف اخرتها معاك يا برشامة. ايه رأيك؟ الله يخرب بيتك يا عفركوش، لبستني لبس حرامية. انت عايز اصحابي يضحكوا عليا في المدرسة ولا ايه؟ يا شيل يا عم انت اللبس ده. حاضر حاضر اشيلهولك، انا الحق عليا اللي عايزك تبقى نضيف. ها ايه رأيك؟ يا رب يعجبك. ايوه كده يا عفركوش يا صاحبي، تسلم ايدك. حلوة قصة الشعر اللي انت عاملها لي دي، عجبتني. ولا الطقم اللي انت ملبسهولي؟ يلا بينا، انت لسه هتحكي؟ يلا عشان نلحق الحصة. يلا اركب بسرعة. استعنا على الشقة بالله. يا ترى الواد برشام اتأخر كده ليه؟ الأستاذ زمان على الوصول. صباح الخير يا عموكش يا صاحبي. أهلا، صباح النور يا برشام، انت اتأخرت كده ليه يا عم؟ أنا كنت قلقان عليك لحسن تتأخر والأستاذ ما يدخلكش الحصة. تسلم لي يا عموكش، لا ما تقلقش، أنا جيت في الوقت المناسب. بس ايه الشياكة دي يا برشامة؟ وايه يا عم القصة الجامدة بتاعت شعرك دي؟ أنا طول عمري جامد أصلا يا حموكشة، وأنت عارف كده كويس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا برشام، الحلاوة والشياكة اللي انت فيها دي النهاردة، شكلك كده مذاكر صح؟ إن شاء الله يا مستر، وزي ما وعدتك أنا هجاوب على كل أسئلتك. يا رب بقى فركوش ما تكسفنيش. أنا في ظهرك يا برشامة بيه. السؤال الأول بيقول يا برشامة: ما هي السورة التي نزلت في القرآن الكريم كاملة؟ فركوش الحقني بالإجابة. السورة التي نزلت في القرآن الكريم كاملة هي سورة المدثر. السورة التي نزلت في القرآن الكريم كاملة يا مستر هي سورة المدثر. برافو عليك يا برشامة، واضح كده انك مذاكر. السؤال الثاني بيقول: ما هي السورة التي تلقب بقلب القرآن الكريم؟ الإجابة هي سورة ياسين. السورة التي تلقب بقلب القرآن الكريم هي سورة ياسين. السؤال الثالث: في أي الأجزاء توجد سورة الملك؟ توجد سورة الملك في الجزء 29. توجد سورة الملك في الجزء 29 يا مستر.
برافو برافو عليك يا برشامه. السؤال الاخير ليك وبعد كده هديك درجات الاعمال السنه كامله. ما هي اطول سوره في القران الكريم؟ أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة. أطول سورة في القرآن الكريم يا مستر هي سورة البقرة. برافو برافو عليك يا برشامه. انا دلوقتي مبسوط منك قوي، وعلشان كده هديلك درجات اعمال السنه كامله. وعايزكم يا اولاد كلكم تتعلموا من زميلكم برشامه وتذاكروا وتبقوا شطار زيه كده علشان اديلكم درجات اعمال السنه كامله. شكرا ليك يا عفركوش يا حبيب قلبي. وبكده يا اولاد تكون الحصه خلصت. اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله. لو وصلتوا لنهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات علشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكل حبايب قلبي اللي شافوا الفيديو للنهاية.